كل وحدة فينا تتبغي تهتم بالنفس ديالها تبدل وتزين وتسرح وتجمل، وهذا شيء عادي. ولكن فين كاين الخلل؟ فين كاين المشكل؟ هو واش فعلا تنديرو هاد الزينة حيت حنا باغينها، ولا فقط غير حيت خايفين لما نكونوش كافيين قدام عينين الناس؟ وفين كتبدا الحق ديال المرأة بالتزين؟ وفين كيسالي؟ الزينة تتكون حق إلا كانت نابعة من الحب الذات، ومن الامتنان، ومن الرغبة في الاهتمام بالنفس، ماشي من المقارنة، ولا من الخوف، ولا من الإحساس بالنقص. الزينة تتكون عبء ملي تتولي مفروضة، ملي تتولي وسيلة باش نخبي الضعف ديالنا، ولا نستعملوها باش نرضيو الناس اللي ما عمرهم غادي يرضاو. الزينة تتكون راحة إلا ما تحولاتش لواجب يومي مرهق. اليوم بزاف ديال البنات تيفيقوا مستريسين: واش غادي نبان زوينة؟ واش غادي خاصني نصلح هاد شي حاجة؟ واش هاد المكياج جاليا مع وجهي؟ وهنا تتولي الزينة ماشي نعمة ولكن سجن. الزينة اللي بغيتيها لنفسك هي اللي تخلي قلبك مرتاح، وتخليك تتبتسمي قدام المراية تتقولي هذه هي الزينة المشروعة والمطلوبة، بل حتى المحمودة. اما الزينه اللي غتخليك مرهقه ومضغوطه وخايفه كي غيبان وجهك، وتتخبي لوجهك ديالك الحقيقي، تتولي عبء عليك. واختياري دايما تكون زينتي نابعه من الفطره ديالي، ماشي من عقده المقارنه. ما تخليش السوق يفرض عليك شكلك، لان اغلى من الاعلان التجميل واقوى واعمق من لون البشره والجمال الطبيعي هو اللي كيخليك تكوني مرتاحة بلا شروط وتتزيني بلا خوف.